خبر كبير لعالم الكريبتو. منصة باينانس بقت أول منصة عملات رقمية في العالم تحصل على رخصة عالمية تحط إطار ال ADGM. الموافقة التنظيمية جاية من هيئة ال FSRA التابعة لأبو ظبي جلوبال ماركت. وبموجب الرخصة دي منصة باينانس دوت كوم هتشتغل من خلال 3 كيانات منظمة بشكل منفصل: بورصة للتداول، وغرفة مقاصة، ووسيط تجاري اللي هو بروكر ديل. معنى كده إن باينانس تقدر تقدم خدمات التداول والمقاصة والحفظ والوساطة بشكل قانوني وتحت إطار تنظيمي شامل، وده إنجاز قليل جدا منصات حول العالم وصلت فيه. بالنسبه للمستخدمين والمؤسسات، الخطوه دي ممكن تزود الثقه والاستقرار. وجود رخصه واضحه ممكن يجذب مؤسسات ماليه اكبر، يقلل عدم اليقين التنظيمي، ويقدم حمايه احسن من المنصات اللي شغاله من غير تنظيم. اما للسوق كله، ده ممكن يسرع دخول الكريبتو للتيار العام. برغم كده، في ناس شايفه ان الخطوه دي بتقرب الكريبتو اكتر للبنوك والقطاع المالي التقليدي، وده بيفتح نقاش عن مدى بقاء اللامركزيه، لكن في نفس الوقت هو مؤشر على نضج الصناعه وارتفاع مستوى الشرعيه. اكتبوا لي في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا متابعه عشان نكمل كل اخبار الكريبتو اول باول.